بسم الله الرحمن الرحيم. دي محاضرة وعد الكورس أو الكورس بروميس، واللي اتكلمت عنها كتير جدا وبتكلم كتير جدا على السوشيال ميديا عن أهمية الوعد أو البروميس. النهاردة المفروض بنهاية المحاضرة دي تبقى عرفت أهمية البروميس، عرفت عناصر البروميس، إيه اللي بيخلي البروميس قوي، إزاي تقدر تصيغ بروميس قوي، ايه الخطوة او ايه المرحلة، ايه الرحلة المفروض تكمل فيها بعد ما وصلت للبروميس قوي. تمام. المفروض البرزنتيشن ان شاء الله باينة قدامكم. اول حاجة، ليه البروميس مهم جدا وقوي جدا؟ لانه احنا بطبيعة الحال مش بس حتى في الكورسات، يعني احنا بشكل عام في اي منتج بنشتريه احنا اكتر حاجة بنفكر فيها او اول حاجة بنفكر فيها هي البروميس. يعني لو جيت مثلا تفكر انت في سلوكك الشرائي هتلاقي انك مش بتشتري منتج او مش بتفكر في المنتج قد ما بتفكر في البروميس او النتيجة اللي هتاخدها من ورا المنتج ده. يعني مثلا انت مش بتشتري معجون سنان، انت بتشتري شعور الانتعاش والثقة مثلا. مش بتشتري عربية، انت بتشتري الراحة او الامان او السرعة او الخصوصية. مش بتشتري بيت قد ما انت بتشتري برضو ممكن شعور بالامان او الثقة او كذا. فانت لو دورت او لو دورتي في اي منتج او اي خدمة بتشتريها هتلاقي انه في الاخر انت بتشتري بروميس، الوعد اللي انت بتشتريه من ورا المنتج ده. المنتج ده هيحقق لي ايه؟ هو ده اللي انت بتشتريه. عشان كده البروميس قوي جدا، او عشان كده البروميس مهم جدا جدا جدا، ان احنا لازم نفكر فيه كاصحاب بقى سيرفيس او اصحاب برودكت، لان هو ده اللي هيخلي الناس تعرف القيمه الحقيقيه من ورا المنتج بتاعي. ممكن يبقى انت عندك منتج قوي جدا او عندك كورس قوي جدا، لكن انت مش عارف ايه الفاليو اللي انت بتقدمها، او مش عارف ايه البروميس اللي انت بتقدمه، وبالتالي مش قادر تقوله للناس او مش قادر تعبر عنه كويس، وبالتالي الناس مش حاسه بقيمه اللي انت بتبيعه، وبالتالي مش بتشتريه او بيشتروه بس بسعر قليل ما تقدرش تبيعه بالقيمه الحقيقيه بتاعته. فهمتوا الفكره؟ خلينا اقول حتى البروميس مبدا موجود في العلاقات الانسانيه حتى. يعني اي حد بيدخل اي علاقه، حتى ان كانت بقى جواز او شغل حتى او صداقه او كذا، كل واحد بيبقى مستني او متوقع نتائج معينه او وعود معينه من العلاقه دي. فاهمين؟ فعشان كده بقول ان مبدا البروميس ده مبدا حياتي، مش بس مش بس ماركتنج. يعني هو مبدأ حياتي موجود في كل حاجة احنا بنتعامل فيها في حياتنا كبشر، يعني كتفكير بشري احنا بندور على النتيجة او البروميس من كل حاجة. عشان كده البروميس حاجة مهمة جدا 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 ان احنا نفكر فيها ونفهمها، وبالتالي نطبقها بقى على الشغل بتاعنا، على الكورس بتاعنا، على ايا كان حتى الخدمة اللي احنا بنقدمها. خلاص. فلو هنتكلم بقى على الكورس او على الماركتنج، فانت محتاج لو عندك كورس يبقى فيه بروميس قوي واضح. هنعرف بعد شويه ده ازاي، بس انت هتطبق اللي هنتكلم عنه النهارده ده على مستوى الكورس، على مستوى البراند بتاعك. انت كشخص بتقدم توقعات معينه للناس كبيرسونال براند يعني. فانت بتقدم توقعات معينه للناس، انت محتاج تبقى فاهم ايه التوقعات اللي انت بتقدمها للناس، محتاج تبقى فاهم ازاي ده ممكن ينعكس عليك، وازاي حتى ممكن تستغله او ممكن تستفيد منه في الماركتنج بتاعك. حتى في كل ويب سايت انت بتعمله، في كل فيديو، في كل بوست او فيديو بتعمله كسوشيال ميديا، انت محتاج تبقى فاهم ايه الوعد او البروميس اللي الكونتنت ده بيوعد بيه، وبالتالي المفروض تديليفر الوعد ده. كويس كده؟ اتمنى يعني يبقى واضح اهميه ودور البروميس في حياتنا عامه وفي الماركتنج بشكل خاص والكورسات بالتحديد. طيب يعني ايه وعد؟ في حد اسمه مارك رودن، يا رب ابقى بنطق اسمه صح، قال انه الكورس هو بيان التحول او الترانسفورميشن ستيتمنت. يعني ايه؟ يعني انت هتنقل الناس منين لفين. لازم تبقى فاهم انت بتنقل الناس من ايه لايه، وبالتالي تقدر تديليفر بقى ده. فاهمين؟ يعني هو بيقول انه بيستخدم الستيتمنت ده او البيان ده لتحديد اتجاه الكورس، وبيقود العديد من القرارات المتخذه. بمعنى ايه؟ انت مثلا لما تقول يا جماعه والله انا الكورس ده هيخليك تقدر تعمل ويب سايت، مثلا ده كورس برمجه هيخليك تقدر تعمل ويب سايت. تمام.
فلما تقول كده ده معناه انت هتحولني من ان انا مش فاهم اي حاجه لان انا بقدر اعمل ويب سايت. ده هينعكس على ايه؟ ده هينعكس على الاودينس اللي انت هتتكلم معاهم، ده هينعكس على المحتوى اللي انت هتقدمه، ده هينعكس على الطريقه اللي انت هتشرح بيها، ده هينعكس على التطبيقات اللي انت هتطبقها معايا، ده هينعكس على كل حاجه. ففاهمين اهميه الموضوع؟ انت لما تبقى عارف ايه البرومس اللي انت بتوعد بيه، ده هيبدا بقى يرفلكت على اي حاجه انت بتعملها سواء في الكورس او في الاكتيفيتيز اللي انت بتعملها كماركتنج. تمام. طيب ايه عناصر التحول بقى ده او عناصر البروميس؟ اول حاجه مين الجمهور المستهدف بده. يعني مثلا لما انا بقول انا اولا بوعدك ان انت هتعمل ملايين من الخبره بتاعتك، تمام، ده وعد قوي جدا. طيب مين بقى؟ انا بقول انه الناس اللي عندهم خبره اوريدي، تكنيكال او نوليدج، يقدروا يشيروها مع الناس. فانا بقى عندي جمهور معين بناء على التحول اللي انا قلت ان انا هعمله او الوعد اللي انا قلت ان انا هعمله. فبقى عندي جمهور واضح. مثلا لو انت بتقول والله انا بعمل مثلا كورس تربيه، انا هحاول اثبت الامثله علشان الدنيا تبقى واضحه. يعني لما نمشي في المثال في كذا حاجه الدنيا اظن هتبقى واضحه. فمثلا انت قلت والله انا هعمل كورس للامهات يقدروا يربوا اطفالهم بشكل صحي وسليم وكذا. كويس. ده معناه انه الجمهور بتاعك مين؟ واضح ان هو الامهات اللي محتاجين يربوا اطفالهم او حاسين بقيمه واهميه التربيه وممكن يبقى عندهم مشاكل او معاناه في ده. فاول حاجه انت بتبقى عارف انت الوعد ده موجه لمين، دي حاجه. الحاجه التانية ايه بقى الموضوع او ايه المجال او ايه الاندستري اللي انت بتتكلم فيها. فالمثال اللي احنا قلنا اخر حاجه بتاع الامهات ده الواضح انه مجال التربيه. اللي انا بتكلم فيه الواضح انه الاديوكيشنال او الانفو برودكتس او الكورسات. المثال اللي قلنا بتاع البرمجه الواضح انه في البرمجه، فانت لازم تبقى فاهم ده في انه اندستري يعني. الحاجه الثالثه النتيجه بقى او التحول المتوقع. يعني ايه الاوت كمز اللي هتطلع في الاخر هيخليك تقدر تعمل كذا، هو ده الايه النتيجه اللي انت هتداني. لما تقول لي لما مثلا تقول لي اشتري الكورس بتاعي، اقول لك ده هيعمل لي ايه او هيحقق لي ايه. هتقول لي ده هيخليك في الاخر بتعرف تعمل كذا او قادر تعمل كذا. هي دي الايه النتيجه اللي انا هوصل لها، واللي انت لازم طبعا تبقى فاهمها قبلي، ولازم لما انا اسال توضح لي ده او تبقى عندك الاجابه لده. كويس كده؟ طيب في معادله مهم جدا 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 نفهمها في المرحله دي، اسمها المعادله القيمه او الفاليو ايكويشن. يعني ايه معادله القيمه؟ اللي كل ما تقدر تفهمها وتطبقها كويس كل ما هتعلي قيمه قيمه المنتج اللي انت بتقدمه او الخدمه اللي انت بتقدمها او الكورس اللي انت بتقدمه. احنا هنا طبعا مركزين في الكورس، بس معظم المبادئ اللي انا بتكلم فيها ممكن تبقى اعم من كده شويه، لكن انا هحاول اركز على موضوع الايه الكورسات. الفاليو ايكويشن مكونه من 4 حاجات. حاجتين انا محتاج ازودهم واقويهم، وحاجتين محتاج اقللهم. ازاي؟ اول حاجه الاوتكم. يعني انا كل ما ازود النتيجه اللي هتطلع في الاخر واعظمها كل ما القيمه بتاعه السيرفيس اللي انا ببيعها او الكورس اللي انا ببيعه تبقى اكبر. يعني مثلا لو قلت لي والله انا هخليك تقدر تعمل كورس، هخليك تقدر تعمل ويب سايت، ماشي، يعني حاجه كويسه. طيب لو قلت لي ده انا هخليك تقدر تعمل اي ويب سايت في الدنيا، الواضح ان هي نتيجه اكبر. طب لو قلت لي ده انا هخليك تقدر تعمل ويب سايت وتحقق ارباح مش عارف كام مثلا، القيمه الواضح ان هي اكبر. مثلا اقول مثال عليا انا، لو قلت لك انا هخليك تقدر تعمل كورس، والله ماشي كويس. لو قلت لك انا اقدر اخليك تعمل كورس وتماركت له تعمل له ماركتنج كويس، تمام، يعني قيمه اكبر فعلا. طب لو قلت لك انا هقدر اخليك تعمل ماركتنج للكورس ده وتكسب كمان منه، الواضح ان هي نتيجه اكبر طبعا. يا ريت يعني انا عايز اكسب طبعا. لو قلت لك ده انا هخليك تقدر تعمل مليون من اول كورس انت هتعمله. انتوا فاهمين؟ يعني كل ما تقدر تزود الاوت كام اللي هيطلع من الكورس اللي انت بتقدمه كل ما قيمته تبقى اعلى. يبقى دي اول حاجه انا محتاج ازودها، الاوت كام. الحاجه الثانيه البوتنشال اتشيفمنت. يعني ايه؟ يعني انا محتاج لما اقول لك اوت كام قوي قوي،
يبقى عندي دليل، او يعني يبقى في حاجه تثبت انه ده هيحصل. الحاجه دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى ان انا مثلا قدمت لك معلومات قيمه فعلا، فانت قلت لي ده الواضح انه فعلا عنده معلومات قيمه. غالبا الوعد اللي بيوعده ده هيبقى حقيقي. لما اجيب عملاء او ناس زيك عايزين نفس الخدمه اتكلموا عني كويس وقالوا لا ده فعلا فرق معانا، ده بيعلي فعلا احتماليه انه يبقى عنده حق. لما يبقى انا عندي بيرسونال براند قوي، وانا اصلا عندي نسبه من الشهره او انا معروف او كذا، ده بيبقى غالبا فعلا عنده حق. فكل ما تزود احتماليه ان انت الوعد اللي انت وعدته او الاوت كام اللي انت قلت عليه ده فعلا حقيقي مش اي كلام، ده بيعلي قيمه الفاليو بتاعت المنتج اللي انت بتقدمه او الكورس اللي انت بتقدمه. طيب دول كانوا النقطتين اللي انا محتاج ازودهم، الاوت كام والبوتنشال، الاحتماليه انه الاوت كام ده يبقى حقيقي. في حاجتين بقى محتاج اقللهم على قد ما اقدر عشان قيمه الكورس تبقى عاليه. اول حاجه الايفورت او المجهود اللي انا محتاج ابذله. يعني لما كل ما تقول لي مثلا انا قلت لك هخليك تعمل مليون من اول كورس انت هتعمله، خلاص، وعمال اقول لك الموضوع هيبقى بسيط او انا هسهل لك الدنيا، انا عامل لك اي اي موديلز هتساعدك، انا مش عارف ايه. طيب ده بيحسسك ان الموضوع بسيط، فده بيطمنك او ده بيخليك تقول والله ممكن اجرب فعلا. في حين ان انا بقى لو حسستك انه لا ده انت هتبذل مجهود كبير او يعني محتاج تبذل ايفورت كبير، يعني ده ممكن يحسسك انه لا انا مش هقدر اعمل كده. خلاص. الحته التانيه برضو مرتبطه جدا بده اللي انت محتاج تقللها، هي الوقت. انت كل ما تقول للناس انا هخليك تطلع اوت كام عظيم جدا في وقت صغير جدا، ده بيعلي قيمه اللي انت بتقدمه. طبعا في ناس فاهمه العكس، فاهمه انه انا كل ما اقول يا جماعه ده كورس بتاعي سنه مثلا، كل ما ده يبقى احسن مثلا. طبعا لا، انت كل ما تقلل الوقت اللي انا هبذله علشان تحقق لي النتيجه اللي انت قلت لي عليها، ده هيخليني واثق فيك اكتر او هيخلي المنتج بتاعك اقيم، مش العكس. عشان كده مثلا لو تفتكروا الكتب بتاعت زمان اللي هو اتعلم الانجليزي في 5 ايام ومش عارف ايه في يومين، ايه ده معناه ايه؟ ده كان بيتريجر الحته دي عند الناس، ان انا هخليك تبذل اقل مجهود واقل وقت ممكن وهتحقق نتيجه عظيمه. فمين مش عايز كده؟ انت لما تقول لي انت هتحقق حاجه عظيمه جدا في وقت قصير جدا بمجهود قليل جدا، دي زي ما بيقولوا irresistible offer، يعني عرض فعلا لا يمكن مقاومته. ان انا لو قلت لك لا ابقى انا غبي، لو قلت لك تعالى انا هخليك انا اسف يعني طبعا انا بقول مثال يعني، لو قلت لك تعالى خلال مثلا شهر ونص 6 اسابيع ب بمجهود مش كبير هخليك تقدر يبقى عندك كورس وعندك ماركتنج استراتيجيز وماركتنج تكنيكس انت فاهمها كويس وتقدر تكسب منه قريب جدا. حاجه فعلا irresistible offer. فاهمين الفكره؟ طيب تاني، يبقى لازم يبقى انت وانت بتفكر في البروميس بتاعك تبقى بتفكر في 4 عوامل. اول حاجتين محتاج تزودهم وتقويهم، وحاجتين محتاج تقللهم على قد ما تقدر. الحاجتين اللي انت محتاج تزودهم هما الاوت كام، النتيجه اللي هتطلع في الاخر، هبقى بعرف في اخر الكورس ده ابقى بعمل ايه. الحاجه الثانيه هي البوتنشال بتاعه تحقق الايه الاوت كام ده، هل فعلا هقدر احقق الاوت كام ده، هل فعلا انت قادر توصلني للاوت كام ده. فكل ما تعمل حاجات تخليني اثق اكتر ان انت هتقدر تعمل لي الاوت كام ده، كل ما ده يزود فاليو الكورس بتاعك. وفي حاجتين تاني محتاج اقللهم جدا جدا، هما الايفورت والوقت. كل ما تقول لي انت هتبذل مجهود قليل، كل ما تقول لي ده هيبقى في وقت قصير، كل ما ده هيعلي قيمه الكورس انت بتقدمه. تمام كده واضح؟ طيب دي امثله على بروميس كويس وبروميس مش كويس. مثلا لو قلت تعالى عندي كورس برمجه من الصفر، ده بروميس، وفي ناس كتير بالمناسبه بتقول حاجات زي دي، يعني احنا ده مش كلام غريب، لا انت يعني ممكن انتوا نفسكم، ممكن ناس ما عندها كورسات النهارده او بتفكر في كورسات، هيبقى يعني البروميس اللي بيفكروا فيه قريب جدا من حاجه زي كده. لكن بقى شوفوا الناحيه التانيه، لما اقول لك هتبني اول ويب، يعني ايه اول موبايل اب بسيط خلال 10 ايام، وهتقدر تحطه اونلاين ويبقى عندك بورتفوليو يعني بخطوات واضحه حتى لو عمرك ما كتبت كود قبل كده. شايفين الفرق؟
الاول ده لا واضح النتيجه ولا الوقت ولا المجهود اللي انا هبذله، حاجه مجهوله فعلا. لكن الوعد التاني نتيجه واضحه وقويه جدا، هخليك تعمل موبايل. الواضح انه ويب اب دي غلط يعني، هخليك تعمل او ما اعرفش يعني انا مش فاكر كنت كاتب ايه بالظبط، بس مش لايقه يعني. هتعمل اول موبايل اب خلال 10 ايام. اولا انت قلت لي ان انت هتطلع نتيجه، حاجه عظيمه جدا خلال 10 ايام. ده وقت بسيط جدا. انا تخيلت نفسي بعد 10 ايام وانا قادر ابرمج، يعني قادر اعمل كودينج. الحاجه الثالثه قلت لي بخطوات واضحه جدا، انت حشت من على دماغي عبء ان انا بقى ابقى مشتت وضايع وكذا، فانت اديتني يعني خلتني افويد الايفورت اللي كنا بنتكلم عنه من شويه في الفاليو ايكويشن. اخر حاجه بتقولي حتى لو ما كتبتش سطر كود قبل كده، ده معناه انك هتحولني من الصفر فعلا ل ان انا ابقى بعمل موبايل اب كويس بعد 10 ايام بدون مجهود. ففهمتوا البروميس بيبقى قوي ازاي. مثال تاني، هعلمك ازاي تبقى مصمم داخلي ناجح. ده بروميس. في البروميس بقى بالصيغه التانيه ايه؟ هعلمك مبادئ وبروسيس التصميم الداخلي عشان تقدر خلال شهرين تعمل مشروع كامل باحترافيه. برضو يعني حاولوا ايه لو توقف الفيديو او توقفي الفيديو وتفكر كده تاني ايه العوامل اللي انا اتكلمت عنها متحققه هنا ازاي. هنلاقي انه فعلا في نتيجه واضحه وقويه، انت هتعمل مشروع كامل باحترافيه، فده نتيجه قويه جدا واضحه جدا. الحاجه التانيه في وقت صغير، انت قلت لي شهرين. شهرين ده وقت مش كبير تماما، وقت كويس جدا. الحاجه الثالثه قلت لي انك في بروسيس واضحه وكذا، فده حاسس انه الموضوع هيبقى مرتب بالنسبه لي، مش هيحتاج مجهود جبار. خلاص كده؟ طيب عايزين بقى يلا نبني بروميس قوي. كل واحد طبعا عنده نوليدج معينه، عنده فكره معينه. المفروض يعني انت طالما وصلت الفيديو ده فانت عندك حاجه محتاج تقدمها، يعني عندك نوليدج محتاج تقدمها او عندك كورس بتفكر فيه. فابدا حط الفكره بتاعتك على الترابيزه دلوقتي. يلا نبدا نصيغ بروميس بشكل عملي بقى. اول حاجه لازم تفكر في احتياج قوي. اي بيزنس ناجح في الدنيا هو قايم على احتياج قوي. اي كورس مكسر الدنيا قايم على احتياج قوي. مفيش منتج، مفيش برودكت، مفيش سيرفيس، مفيش بيزنس ناجح في الدنيا مش قايم على احتياج قوي. خلاص؟ حتى لو الاحتياج ده مش ان انت ما بتعرفش تنام بالليل يعني، حتى لو بي ام ومرسيدس عندهم قايمين على احتياج، وهو الاحتياج يعني الفخامه او الايمج الاجتماعيه او كذا. فاي بزنس ناجح في الدنيا يا جماعه لازم تفكروا في احتياج قوي جدا. طيب انا مش عارف افكر في احتياج، في عوامل او في بقى متريكس معينه انا قايل لك عليها دلوقتي تفكر فيها وانت بتفكر في ايه؟ في النيد. ودي بالمناسبه انا مش يعني مش واخدها من كتاب معين او من حاجه معينه، دي خلاصه يعني فيدباك تعاملات كتير جدا مع الناس، وان انا بحاول اصيغ الفكره معاهم. وصلت للحاجات دي خلاصه خبرات كتير جدا فعلا. تمام. اول حاجه لازم تبقى معاناه حقيقيه، او كل ما تبقى معاناه اكبر كل ما يبقى منتجك اقوى. خلاص؟ معاناه دي يعني ايه؟ يعني حاجه ليها علاقه باحتياجات ومشاعر الانسان. يعني ايه؟ هفهمك تاني. في حاجه اسمها هرم ماسلو بيتكلم عن احتياجات الانسان، ممكن ترجعوا تذاكروه. بس مثلا احتياجات الانسان زي ايه؟ زي الحاجه للامان، السعاده، الحب، القيمه، يعني الايبك ميننج اللي بيسموه، او المعنى الكبير اللي انا جزء منه، الانتماء يعني. الامان قلنا، الراحه، السعاده، العيله، كل دي معاني انسانيه او متعلقه بالمشاعر الانسانيه. كل ما تقدر توصل لحاجه زي كده وتتريجر حاجه زي كده عند الناس، كل ما ده هيخلي استجابتهم اعلى بكتير. هقول لكم امثله على منتجات احنا عارفينها. انا بحب دايما اقول مثال معجون السنان. خلاص؟ معجون السنان منتج بسيط جدا، مكوناته بسيطه جدا، فكرته بسيطه جدا، لكن ومع ذلك شوفوا شركات معجون السنان ربطت ازاي معجون السنان بمشاعر انسانيه عميقه جدا. مثلا كلوز اب بيبيع ايه؟
كلوز اب مش بيبيع معجون بالنعناع وبالبتاع. كلوز اب بيبيع، ممكن تقولي الانتعاش او انت دلوقتي قلت الانتعاش، بس لا، في حاجه بعد الانتعاش، في حاجه اهم من الانتعاش. ودي بالمناسبه حاجه لازم نفكر فيها، اللي هو انا هقدر اقدم للناس ايه؟ كذا. ايوه، لما ياخدوا كذا ده هيوصلوا لايه؟ وصلني لابعد نتيجه ممكنه، لاعظم نتيجه ممكنه انت هتداني. هي نفس الفكره. كلوز اب بيقدم ايه؟ بيقدم معجون سنان. ايوه، يعني معجون سنان ده بيعمل ايه؟ بيخلي النفس فريش. يعني برضه هستفيد ايه؟ بيخليك واثق من نفسك. فتخيلوا معجون السنان كلوز اب يعني بيبيع ايه؟ بيبيع الثقه. الثقه دي مش شعور انساني قوي جدا، الانسان محتاجه جدا، بيفكر فيه جدا. ف 100% ده هيخلي الناس استجابتها اكبر بكتير جدا لمنتج زي ده. طيب سيجنال بيبيع ايه؟ مكافحه التسوس. فهو بيقول لك انت عندك الم في اسنانك او خايف من الالم بتاع الاسنان، تعال انا هحميك من ده. فشوف باعلك برضو شعور بالحمايه من الالم ازاي. حاجه زي السنسوداين نفس الفكره، هو حماك من الم الحساسيه. تمام. في حاجات تانية بتبيع التبييض، الجمال، انا هخليه ابتسامتك جميله. فخاصه بقى بالنسبه للبنات او الستات، حاجه زي كده قيمه كبيره جدا ومعنى كبير جدا بيفكروا فيه طول الوقت. خلاص. فشوفوا منتجات ممكن تبقى بسيطه ازاي، لكن ازاي ممكن نربطها او لازم نربطها بمشاعر انسانيه مهمه جدا عند الانسان وعميقه جدا عند الانسان، عشان يبقى استجابه الناس اكبر بكتير للمنتج او الخدمه اللي انا ببيعها او الكورس اللي انا ببيعه. نيجي بقى للامثله بتاعتنا. انا مثلا لما بقول لك خليك تقدر تعمل مليون من اول كورس، انا ممكن ده يبقى حاجه تخرجك من مشاكل ماديه، ممكن تبقى بتحل ازمه ديون، ممكن تبقى الشعور الغنى او ان انا عايز ابقى غني او معايا فلوس. دي احتياج انساني 100% عند كل البشر، وبالتالي هي حاجه بتتريجر الناس بسهوله جدا. لما حد اللي هو بيقدم بقى مثلا كورس البرمجه، انا هكمل في الامثله اللي انا بقولها زي ما قلت لكم من شويه. فمثلا كورس البرمجه، انا بقول لك يعني هخلي عندك كارير قوي، وكمان بقى كارير ابديتد ومناسب للسوق يعني او كذا. فدي حاجه برضو مهمه. بالمناسبه ممكن كمان نوصل لنتيجه ابعد من كده لو فكرنا شويه. مثلا كورس التربيه، انا مش ببيع ان انت هتربي مش عارف ايه. طب بعد ما اربيهم او بعد ما اقدر اتعامل مع اولادي هيحصل ايه؟ ممكن اقول بقى هترتاحي، هتأدي الامانه في ولادك، يعني هيبقوا سبب لدخولك الجنه مثلا. فبرضه نتيجه عظيمه جدا، انت بتبيع لي الجنه. طبعا دي حاجه بتاعت ربنا يعني، بس قصدي انت بتديني الطريق لده. فاهمين الفكره؟ فكل ما تلمس مشاعر او تتريجر مشاعر قويه واحتياج حقيقي عند البشر، مشاعر انسانيه، ده هيخلي البروميس بتاعك اقوى بكتير، او يخلي الاحتياج اللي انت بتفكر فيه اقوى بكتير. الحاجه التانية المهمه جدا انه يبقى بقى لازم يبقى عند شريحه كبيره من الناس. ما ينفعش يبقى حاجه الناس محتاجاها قوي لكن شريحه صغيره جدا من الناس وانا بقى بعاني عشان اوصل لحاجه زي كده. لا، لازم ابقى يعني مثلا احنا الامثله برضو اللي قلناها، كم واحد محتاج يبقى بيربي اطفاله كويس؟ ملايين. يعني احتياج عند ناس كتير جدا، شريحه كبيره جدا. طيب كم واحد عايز يعمل فلوس من خبره عنده او نوليدج عنده؟ ملايين الملايين، مش الدرجه دي بس ملايين. فهي دي الفكره، انه احتياج بيلمس مشاعر الانسان قوي، وفي نفس الوقت عند شريحه كبيره من الناس. طيب بما انه عند شريحه كبيره من الناس، ممكن تقول خلاص يبقى في منافسه عاليه، بس مش بالضروره. يعني ممكن يبقى احتياج عند شريحه كبيره من الناس بس ما فيش حد خد الموضوع من الزاويه دي قبل كده. تمام. يعني مثلا لما موضوع التربيه مثلا، كم واحد ممكن يبقى بيساعد ان الناس، ان الامهات يعني تربي اولادها كويس؟ كتير. لكن ممكن تبقى تاخد الموضوع من زاويه ان انا 1 تو 1 منتور او جايد، همشي معاكي واحده واحده مثلا. وده بالفعل يعني في حد معايا بيعمل كده. انا مثلا في ناس كتير بتقول لك تعالى اعلمك تعمل كورس او تماركت للكورس، بس انا بقول لك في خطوتين: خليك تعمل كورس، خليك تعمل ماركتنج للكورس، خليك تجيب مليون جنيه. كم واحد قالها بالطريقه دي من الزاويه دي؟ مش كتير. فهي دي الفكره، ان انت
بتاخد احتياج عند ناس كتير جدا، شريحه كبيره جدا من الناس، لكن انت بتاخد زاويه او بتقول الموضوع بصيغه او بتترجر حته ممكن مش كتير يتكلم عنها عشان تبقى انت ايه المميز فيها. كويس كده. النقطه اللي بعد كده، الناس بقى دي مستعدين يدفعوا. يعني قصدي مثلا ممكن يبقى كام واحد مهتم ان هو يربي اطفال مثلا؟ ممكن مثلا مليون مثلا يعني. كم من المليون قادر ان هو يدفع؟ فلازم تبقى فاهم ان الناس اللي محتاجه الحاجه دي او الاحتياج ده الناس مستعده تدفع علشانه. يعني انا مثلا لما اقول لك، او بقى الاستاذ بتاع التربيه لما يقول خليكي تربي اطفالك بطريقه تخليكي مرتاحه او تخليكي تحققي الغرض من التربيه او تعملي تأدي رسالتك يعني او كذا، هل في ناس كتير willing to pay في حاجه زي كده؟ لو يبقى ده احتياج مهم كويس، او احتياج مناسب ان انا ابني عليه البروميس بتاعي. اخر حاجه وحاجه مهمه جدا ولسبب ما احتاج تكتبها يعني لانه في ناس ما بتفكرش فيها، هي انك بقى تقدر تفت الحاجه دي، تقدر تلبيها. يعني في ناس بتفكر في احتياجات فعلا قويه جدا وعند شريحه كبيره جدا من الناس ومش عليها منافسه عاليه وكل حاجه كويسه قوي، لكن يجي يعني اساله بقى هو هيعمل ده ازاي، يبقى ما عندوش اي فكره. او حتى مش لازم بالمناسبه تبقى شاطر في ده النهارده، ممكن تقرر وتذاكر، بس حتى ما عندوش استعداد ان هو يمشي التراك ده. لا، انا يهمني ان انت بتفكر في حاجه ليك، يعني حاجه انت تقدر تلبي الاحتياج فيها او تقدر مستعد ويلنج ان انت تشتغل فيها. تمام كده. طيب بناء على الاحتياج ده، انا خلاص حددت الاحتياج اهو، بفكر بقى في حاجه تانية هي الوعد او البروميس بقى نفسه. وبفكر هنا في كذا حاجه. اول حاجه لازم يبقى حل جذري وتحول للمشكله اللي انا اتكلمت عنها اول مره. طبعا لازم يبقى في نفس السياق، يعني ما ينفعش اروح افكر في احتياج معين وبعدين افكر في وعد ملوش علاقه بالاحتياج، لا. كمان لازم يبقى حل جذري بقى، لازم يبقى التحول باين اللي انت هتقدمه. يعني مثلا فعلا بتعاني او ما بتنامش بالليل، عندها مشكله فعلا، حاسه ان هي حاسه بالذنب مثلا، هي مش قادره تكنترول او تربي اولادها كويس. فانت بتقول لها انا هخليكي ولادك راضيين عنك مبسوطين، بتقدري تربيهم كويس، بتوصليهم لل يعني المكانه اللي انت عايزه توصليهم ليها. فده تحول فعلا عظيم. لما انا بقول لك انا هوصلك من كونك مديون او محتاج فلوس او كذا لان انت عندك كورس بيبيع بملايين، فده تحول فعلا ضخم، الناس بتحس بالتحول ده. يبقى اول حاجه لازم يبقى حل جذري وتحول للمشكله. تاني حاجه لازم يبقى نتيجه نهائيه. يعني ايه لازم يبقى نتيجه نهائيه؟ يعني انت مثلا تقدر تقدم ايه؟ فهتقول لي والله هقدر اقدم كورس برمجه. ماشي، ده هيوصلني لايه؟ هتقول لي والله هيخليك تقدر تعمل ويب سايت. ماشي، ده هيوصلني لايه؟ هتقول لي هيخليك مثلا في كارير محترم جدا تقبض مش عارف كام الف دولار. ايوه، ده هيوصلني لايه؟ كل ما تقدر توصل لنتيجه ابعد، كل ده 100% هيبقى وعد اقوى بكتير. خلاص. حد مره كان بيقول لي انا ايه البروميس بتاعي؟ ان انا فاهم كويس جدا في مجال كذا. قلت له ده مش وعد، ده مش بروميس، انا مش استفدتش حاجه. قال لي لا، ما هو انا عشان فاهم هقدر اوصل للعميل بتاعي لكذا. قلت له بالظبط، هي دي النقطه اللي انت بتبيعها، انت هتقدر توصلني لفين. فلازم تبقى ابعد نتيجه ممكنه ممكن توصلها للي هيستفيد من الكورس بتاعك ده. دي تاني حاجه. الحاجه الثالثه زي ما قلنا في النيد، لازم هنا برضو حاجه تلمس المشاعر الانسان هي البسيطه. هناك قلنا انه في بين او نيد متعلق بالمشاعر الانسانيه، لازم الحل 100% يبقى برضو متعلق بنفس المشاعر. هناك قلنا حد بيعاني من الاحتياج المادي مثلا، يبقى لازم هنا انا هغنيك ماديا مثلا يعني. هناك قلنا حد بيعاني من التربيه، هنا بنقول انت هتبقي مرتاحه او مبسوطه او راضيه. فاهمين الفكره؟ فلازم برضو تبقى حاجه ليها علاقه بالمشاعر الانسانيه. تمام. الحاجه الثالثه الرابعه، لازم البروميس يا جماعه يبقى سهل وبسيط الناس تفتكره وتحفظه وتفهمه مبدئيا. انا بلاقي ناس عامله
كاتبه كلام او قايله كلام في البروميس فعلا معقد جدا او تكنيكال جدا، او مش اي حد يفتكره او يفهمه، او محتاج شرح، ما ينفعش. انتوا شفتوا الامثله اللي انا قلتها كلها حاجات يعني قد ايه واضحه وبسيطه. الثقه، الامان، السعاده، الرضا، الحريه، المحبه، يعني كلها حاجات اي طفل عنده 10 سنين يفهمها. خلاص، انا مش عايز نظريات فلسفيه، مش عايز حاجات تكنيكال، لا، لازم يبقى حاجه بسيطه سهل الناس تفتكرها وسهل الناس تفهمها. فممكن مبدئيا لو انتوا بداتوا تفكروا في حاجه، يعني عدوها على الميتريكس اللي انا اتكلمت عنها دي. هل هو حل جذري وتحول للمشكله من اسوأ لاحسن حاجه؟ هل متعلق بالنتيجه ان هي دي ابعد حاجه الانسان ممكن يوصل لها من الخدمه اللي انت هتقدمها؟ هل بيلمس مشاعر الانسان واحتياجاته؟ هل سهل الناس تفهمه وتفتكره بعد كده ولا لا؟ خلاص كده انا كده المفروض بقى عندي فهمت ايه الاحتياج اللي انا شغال عليه، فهمت ايه الوعد اللي انا بحققه. ده تالت عنصر في الفاليو ايكويشن، اللي هو الوقت يبقى صغير. كل ما تقلل قيمة الكورس كل ما قيمته هتزيد، مش العكس. خلاص، كل ما تقلل الوقت قصدي. مثلا ممكن انا شايف انه من انسب الوقت اللي ممكن يبقى من شهر ل3 شهور. بالمناسبة في مشكلة بتقابل الناس لما بيبقى وقت الكورس كبير، ان هي ايه، الناس احيانا بتمل ما بتكملش الكورس. انت يهمك انه يبقى اكبر نسبة استكمال للكورس من الناس اللي بتسجل فيه ممكنة. يعني لو 100 واحد سجل، انت نفسك ال 100 واحد يكملوا عشان يستفيدوا، عشان يطلعوا نتائج، عشان تبقى حققت الغرض من الكورس. فلو 100 واحد سجلوا دي حاجة يعني 100 واحد قصدي كملوا، دي حاجه كويسه. انت كل ما تزود المجهود والوقت في الكورس كل ما ده يقلل نسبه الاكمال. فممكن مثلا لو انت عامل كورس 6 شهور، ده هيخلي 100 واحد يكمل منهم 50. طب لو عملته سنه هيخلي منهم يكمل 10. خلاص، وبالتالي لازم تبقى مركز على ان انت عايز الناس تكمل، وبالتالي مخلي الوقت قليل. طيب لو انا عندي بقى فاليو كبيره جدا او عندي كونتنت كتير جدا، انا مش هقدر اعمله في شهر او 3 شهور، اعمل ايه؟ لازم تقسمه ستيجز او مراحل معينه، وكل مرحله تحط لها اوت كم مستقل، تحط لها ستراكشر مستقل، تحط لها كل حاجه مستقله. اللي يخلص بعد كده تبقى تابسل، يعني تبيع له الايه المرحله اللي بعدها. لكن ان انت تحط كل حاجه في باكج واحده في مكان واحد في وقت كبير جدا، ده مش صح. تمام كده، يعني اتمنى تبقى واضحه. رابع حاجه، لازم وانت بتصيغ البروميس تبقى بتتكلم عن ان انت هتقلل المجهود عليا. لازم تفهمني ان انا مش هتعب قوي. لازم تقول لي او على قد ما تقدر ما يبقاش مطلوب مني حاجات كتير. يعني انا بقول لك والله تعالى انت لو عندك نوليدج، وغالبا ناس كتير جدا عندها نوليدج، هحولها لك لكورس بيبيع وبيكسب. ما طلبتش منك حاجات خزعبليه. كل ما هطلب حاجات، طبعا في كورسات وارد ان يبقى في متطلبات، لكن لازم تبقى فاهم ان كل ما تطلب متطلبات اكتر كل ما ده هيقلل ان الناس تسجل في الكورس بتاعك. فاهم؟ مثلا لو قلت لي من غير اي خبره قبل كده، ده هيخلي ناس كتير جدا مهتمه باللي انت بتقدمه. لما تقول لي من غير تشتت، هحط لك فريم ورك واضح، هحط لك بروسيس واضحه، هحط لك خطوات واضحه، ده هيخليك يعني هيحسسني بفاليو كبيره جدا في اللي انت بتقدمه. تمام؟ فاي حاجه هتحسسني انه مش هتعب، مش هتوه، مش هتشتت، مش مطلوب مني حاجات كتير، مش كذا، ده هيخليني حاسس ان الفاليو اللي انت بتقدمها لي اكبر بكتير. تمام؟ اخر حاجه، دي بقى حاجه غير الفاليو ايكويشن يعني، بس مهمه جدا نتكلم عنها في البروميس، هي التطمينات والضمانات. يعني انا هدفع فلوس، ممكن ما ابقاش عارفك، ممكن اول مره اشوفك، ممكن كذا، فلازم ضروري تطمني. يعني ايه تطمني؟ يعني اولا انت تبقى واضح شفاف، يعني مش يعني ما احسش ان في حاجه انت مخبيها، ما احسش انه ان في عدم وضوح، ده بيقلق. فكل ما تبقى واضح، كل ما تبقى صريح، كل ما ده يبقى طبعا انا مش محتاج اقول ان انا مش محتاج اكذب في اي حاجه من اللي اتكلمت عنها قبل كده دي. انا مش محتاج اكذب
في البروميس، مش محتاج اكذب في مثلا في تستمونيالز مثلا بتاع العملاء. ده غش، ان انا اقول ان انا اكتب او ان انا اقول ان فلان مبسوط بالخدمه او خلي الناس تعمل لي ريفيوز او كذا بدون ما يبقى الناس دي عارفاني او بدون ما يبقى استفادوا. ده غش يعني، مش محتاج اتكلم في نقطه زي كده. فكل بقى متقدم لي ضمانات او تستمونيالز او نتائج الناس طلعتها او كذا، كل ما دي تبقى حاجه يعني تخليني اقدر اخد القرار وتسهل عليا القرار. ممكن تعمل ضمان بالمناسبه، يعني انه مثلا لو ما استفدتش من الكورس ده ممكن تعمل ريفند. وبالمناسبه جربناها مع يعني في كورسات سعرها غالي جدا والناس كانت بتبقى قلقانه تسجل عشان السعر، ومع ذلك الموضوع جاب نتائج عظيمه يعني. فممكن تقول ايا كان بقى انت برضو المناسب صيغ الموضوع بطريقتك او صيغ الموضوع بما يناسبك. يعني ممكن يبقى في ضمان حتى لو خلصت الكورس وما استفدتش، ممكن يبقى في ضمان لوقت معين، ممكن يبقى في ضمان لحد مرحله معينه في الكورس انت هتبقى تقدر ساعتها تقيم هل انت استفدت ولا لا. المهم يعني ان انت سامح لي ان انا اخد ستيب باك، يعني ما تزنقنيش، لا يعني خليني اجرب، ولو مش عاجبني اقدر اعمل ريفند، اقدر استرد جزء. انت بقى ايه صيغ الموضوع بالطريقه اللي ايه تدي للناس ضمان او اطمئنان باكبر قدر ممكن، وفي نفس الوقت برضو ما تضيعش مجهودك لو انت عايز. من الحاجات طبعا سمعه المدرب، او اللي كنا بنقول من شويه البيرسونال براندنج، يعني ان انت شخص بقى بتعمل كونتنت كتير معروف، بتظهر كتير، ظهرت مع ناس كتير، فده بيخلي ناس تثق فيك، وبالتالي بيبقى نوع من التطمين والضمان يعني. تمام كده؟ طيب انا هدية المحاضرة دي ايه؟ عملت كاستم جي بي تي بيساعد بقى جدا في الحتة دي. انا لاحظت ان في ناس كتير عندها مشكلة في الحتة دي، او مش قادرين يصيغوها، او فعلا عنده كلام بس مش عارف يطلعه. ف كل الكلام اللي قلته النهارده ده وتفاصيل تانية حطيتها في كاستم جي بي تي. كاستم جي بي تي يعني لو حد مش عارف هو ايه، الكاستم جي بي تي هو ان انا ببرمجه او بقول له انبوتس كتير جدا وتفاصيل كتير جدا، بناء عليها بيقدر بناء عليها بيقدر يجاوبك بقى او يسالك ويوصل معاك للنتيجه اللي انا عايزها.